أهم التريكات اللي لازم تعملها وأنت بتذاكر أي مادة. أول حاجة ممنوع منعًا باتا إن أنت تذاكر والموبايل جنبك، حتى لو مذاكرتك على الموبايل انقلها إما على أيباد أو على لابتوب أو حتى على التابلت بتاع الثانوي أو حتى مذاكرتك تكون في كشكول. أهم حاجة ما تذاكرش والموبايل جنبك، لأن طول ما أنت قاعد بتذاكر هتلاقي في notifications عمالة بتيجي لك كتير وهتسيب المذاكرة وتروح تشوفها، فبالتالي أنت هتتشتت. حتى لو فاصل النت عن application معين بيجيب لك notifications كتير، هتلاقي برضه إن في أي message بتيجي لك كده على الموبايل هتبدأ إن هي تفصلك عن المذاكرة وتخلّيك إن أنت مش مركّز. تاني حاجة إنك تذاكر بتركيز وبلاش كروتة، ما فيش وقت دلوقتي إن أنت تذاكر المادة بكروتة وترجع إن أنت تلمّها تاني. إحنا الfinal قرّب، فإحنا محتاجين إن إحنا نضبّط المادة كويس، بحيث قبل الfinal نعتمد إن إحنا نحل بنسبة كبيرة أكتر من إن إحنا نرجع نذاكر تاني. تالت حاجة تلخّص اللي أنت ذاكرته، بعد ما تذاكر شابتر أو الشابترين اللي أنت هتذاكرهم ومحددهم، ابدأ إن أنت اعمل ملخص سريع ليهم أو إن أنت تطلّع كام سؤال من الشابتر بتاعك لو المادة نظري، ده هيسهل عليك جدًا ساعة الامتحان. رابع حاجة تطبّق ولو سؤال واحد على الجزء اللي أنت ذاكرته، بالذات لو الجزء اللي أنت بتذاكره دوًّا كان جزء فيه تطبيق زي الaccounting أو الmath أو الاقتصاد، الeconomics، أي مادة من المواد دي بتكون فيها تطبيق أو فيها مسائل أسئلة باضطر إن أنا أرسم فيها أو إن أنا أحل فيها، فأنا مضطر إن أنا لازم بعد كل شابتر أخلّصه أبدأ إن أنا أشوف ولو سؤال واحد بس على الجزئية دي بحيث إن أنا أثبِّت المعلومة. آخر حاجة عندي لو المادة تقيلة ابدأ إن أنت قسّمها، ما تستناش إن أنت مثلًا تضغط نفسك في كام يوم وتخلّصها، بالذات لو المادة دي أنت أول مرّة تفتحها هتلاقي نفسك اتضغطت جدًا وكل الطاقة اللي عندك أنت خلصتها في المادة دي، فبالتالي أنت مش هتقدر إن أنت تذاكر حاجة تانية. لكن أنت ممكن تعمل حاجة كويسة جدًا إن أنت في اليوم اللي يكون عليك فيه مذاكرة، ذاكر مادة تانية مع جزء من المادة دي. ممكن يكون برضه ليك طريقة مذاكرة تانية، في ناس بتحب إنها تمسك المادة كلّها في يوم واحد وتخلّصها، وناس تبدأ إن هي تقسّم المواد على الأسبوع بحيث خلال الأسبوع كلّه تخلّص المواد كلّها مرّة واحدة، على حسب. بس لو المادة أنت لسه أول مرّة تفتحها هيكون صعب جدًا إن أنت تلمّها كلّها في يوم واحد، فأنت محتاج إن أنت تقسّمها على الأيام مع المواد اللي أنت already ذاكرتها قبل كده. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، كنا بنتكلم عن أهم التريكات لازم تعملها وأنت بتذاكر عشان تذاكر بتركيز وتخلّص مذاكرتك في وقت أقل. ولو عندكم أي أسئلة تانية ما تنسوش تكتبوها في الcomments.